طاجن كباب الحلة المليان صوص واللحمة دايبة ما يتفوتش من أحلى طواجن العيد. ويلا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجة وصفتنا النهاردة استخدمت اللحمة من قطعة السن، ممكن كمان نستخدم موزة بتطلع حلوة قوي. في الحلة على النار هنبدأ نشوح اللحمة على الجنبين لحد ما تاخد لون حلو كده، مش عايزاها تنزل السوائل اللي فيها خالص. وبعد ما تاخد لون حلو هقلبها على الجنب التاني، وبعد كده هضيف عليها معلقة من السمنة هتديها طعم حلو قوي. ده كيلو لحمة، هحط عليه حوالي من نص كيلو لكيلو الا ربع بصل متقطع شرايح زي ما انتوا شايفين، والتوابل ملح وفلفل، وكمان سبع بهارات بتاعت اللحمة دي بس التوابل اللي هستخدمها. هقلبه تقليبة كده حلوة. عايزة البصل ينزل كل السوائل اللي فيه مع البهارات مع اللحمة، هو ده اللي هيديها الطعم الحلو. هغطي عليه واسيبه على نار هادية، وكل شوية هفتح اقلبه، وخلوا بالكم علشان ما يتحرقش منكم. انا في طريقتي بحب اضيف فصوص توم، بحب طعمها قوي مع اللحمه. وزي ما انتوا شايفين سبته على نار هاديه لحد ما بقى مكرمل واخد اللون ده. هضيف عليه ميه سخنه يدوب تغطيه، وطبعا ممكن نضيف اي منكهات بتحبوها. انا ضفت ورق لورا وهغطي عليه زي ما قلت لكم، وكل ما يحتاج ميه ازوده لحد ما يبقى 3/4 سوا. هنقله في الطاجن وادخله الفرن على درجه حراره 200 لحد ما يكمل سوا وياخد لون حلو. جربوه، متاكده هيعجبكم. قدمته مع محشي